ممكن بعد إذن الفراغ العاطفي اللي عندك بلاش تتجوز غير وانت مقتنع وقادر ومستعد وعندك رغبة وجاهز وعندك كل المشاعر الحلوة اللي تخليك تبقى عايز تتجوز، علشان ما تجيش في نص الخطوبة تقول لا أنا مش مرتاح، أنا مش هكمل. انت معاك حد تاني متعلق مرتب حياته ان هو يكمل معاك شخص تاني مسيستم حياته كلها ان خلاص انا هكمل مع الشخص ده. فبلاش تعشم حد، بلاش تدخل في جوازة او في خطوبة وانت مش مستعد وانت رغبتك قليلة جدا. لازم يبقى عندك شغف ورغبة قوية قوي انك هتكمل مع الانسان ده. عندك فرصة تفكر قبل ما تخطب، بس ما تجيش في نص المشوار بعد ما علقت حد تاني ان انت خلاص مش هتكمل. كل حاجة بتبان في البداية. الخطوبة معمولة للتعارف، هي مش وعد بالجواز. في مؤشرات بتبان في اول شهر شهرين بنحس ان احنا نكمل ما نكملش. هنا بقى تاخد القرار، تحارب في شعور جواك اصلا مش مرتاح، اصلا هي مش فاهماني، اصلا انا مش مقتنعه بيه، ونيجي ناخد القرار في اخر العلاقه بعد ما يعدي